السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. نهار جديد وفيديو جديد. هذا الفيديو هذا غنديرو على ود واحد جوج متتبعات جداد. يلا دخلوا عندي. وحده بجوج بهم عندهم يعني اول تجربه مع الرضاعه الطبيعيه، وحده واخا عندها وليدات وهما يعرفوني على من كنهضر، واخا عندها وليدات مي اول مره هذا الوليد هذا هو اللي غترضع رضاعه طبيعيه، وحنا خدينا التحدي معها باش ترضع رضاعه طبيعيه اكسكلوزيفمون، يعني من غير ما تدخل الحليب الاصطناعي، باش الوليد ديالها حيت محتاج تزاد قبل الوقت ومحتاج انه يكون يعني مناعته قويه ويكتسب مناعه قويه من خلال اللبا اللي عندها هاد الخمس ايام، ومن خلال الحليب اللي كيجي من بعد اللبا، لانه فيه بزاف ديال المنافع كما كنقولها ونعاودها وكتشوفوني كنكررها بزاف ديال المرات. والام الاخرى يعني اول تجربه ليها في الولاده ومازال صغيره في السن، ما عارفاش كيفاش تتعامل مع البيبي ديالها، كيفاش ترضعو بطريقه سليمه. جوج الملاحظات لاحظتهم زعما القاسم مشترك بيناتهم، بانهم كيقول لك هاي كنهزوا البيبي من بعد ما وريتهم كيفاش الطريقه كيفاش يشدوه، والطريقه كيفاش يعني الجلسه كيفاش يكونوا جالسين مرتاحين، وكيفاش لا بوزيسيون كيفاش يقبطوا البيبي. اللي كيلاحظوا ان يلاه كيعطيوه البزوله كينعس، صافي كينعس كيحطوه، هذا غلط كبير. البيبي اولا كينعس علاش؟ لان ملي كيشم الريحه ديال الام ديالو بحال كيحس بالامان، ونيت ملي كيكون سخون كيحس بالسخونيه وبالدفء وكينعس واخا فيه الجوع. دونك اول حاجه شنو خصنا نديرو؟ يعني ما نخليوش هكاك يعني ملوي بزاف بحال دابا لي موف الطويقيه يتغطى بزاف، يعني نحاولوا نفيقوه باش يفيق لنا. نحيدوا هذوك لي موفل، نحيدوا الطريبيش لان غنكونوا في الدار، يعني ما كاينش شي كورون ديال اللي غنخافوا عليه ولا لا. نحيدوا الغطاء ونحاولوا نديروا حركات هنا وهنا باش نفيقوه حتى يفيق لنا مزيان، يتفاعل معنا ويتجاوب معنا. عاد داك الساعه نحطوه في لوسان. ايفيكتيفمون ملي كنحطوه في لوسان راه كيجبد واحد جوج بيدات وكينعس. من جهه كيعيا حيت هاد الحنيكات ديالو كيعياو لانهم هما ايسون تري فراجيل، يعني ما غاديش يبقى يرضع بطريقه مستمره، لان مساكن راه صعيب داك العمليه داك الرضاعه بالنسبه لينا حنا كتبان لنا سهله، ولكن بالنسبه لهم راه كيبذلوا فيها واحد المجهود كبير. دونك ضروري غادي يرتاح، غيجبد جوج جبيدات ويرتاح. منين غادي نشوفوه طول في النعسه غنحاولوا نديروا له هكا، نحكوا له شويه في حنيكاتو في وديناتو شويه في الرجيلات باش نفيقوا. يعني خصنا ديما الكونتاكت ما بين الام والوليد باش يفيق ويستمر في عمليه الرضاعه. هذه من جهه. يعني خصنا ضروري نبقاو يعني الرضاعه الطبيعيه ماشي زعما سي با ايفيدون، ماشي سهله. دونك خص تكون المراه عندها اراده قويه، هذه اول حاجه. يعني باغيه نرضع تقول لراسها باغيه نرضع ما غندخلش حليب اصطناعي مهما كانت الظروف. دونك ثاني حاجه تكون عندها لا باسيونس، يعني خصها تكون صبوره لواحد الدرجه ما تصورش. مع العلم ان زعما الله يحسن العوان كتكون اما فاتحه سيزاريان، يعني الحريق من جهه، الناس اللي كيبرزطوا كل مره هذا كل واحد ملي كيجيو الناس كل واحد شنو كيحكي التجارب ديالو، انا وقع لي الضغط ديال الا كان عندها وليدات واحد اخرين. الله يحسن العوان. وهذا الشيء هذا زعما هاد يعني هذه معركه كنسميها انا معركه، يا اما غتخرجي منها رابحه ولدك مناعه قويه ورابحه حتى نفسك، لان الرضاعه الطبيعيه راه كتعود بالنفع حتى لا ماما، يعني ما كتكون يعني خطر الاصابه بسرطان الثدي كيكون بعيد عليها بزاف. يعني كل ما رضع البيبي كل ما الام هي حمات راسها من سرطان الثدي ومنافع واحده اخرى. يعني هذه معركه خصها اما تربحها يا اما غتخسرها. الا ربحاتها وقاومات وزعما وصبرات واحد الدرجه كبيره، عندها الاجر مع الله، وعندها الاجر يعني غتحمي راسها، وعندها الاجر في داك الطفل اللي غيخرج يعني طفل سليم صحيا وعنده مناعه قويه. يعني ماشي اي مرض يجي يهدو، يعني ماشي غادي يكون عنده الذات ديالو مقاومه بزاف. داكشي علاش كنكون يعني بزاف كنكون حريصه على هاد الرضاعه الطبيعيه باش يعني
نجبوا وليدات ويكبروا وليداتنا في صحه جيده وصحه سليمه. يعني هادشي اللي نقدر نقول ان الصبر والواحد يعني يتحدى راسو في هذه القضيه، راه تحدي، وتحدي زعما كبير. تحدى الام راسها، يعني تحدى حريقها، تحدى الستريس ديالها، تحدى يعني داك الجلسه الطويله في الرضاعه، وتحاول ما امكن. انا قلت لك منين ينعس لك البيبي يعني ما تفقديش الامل وتعطيه ديريكتومون الحليب الاصطناعي باش تهني وباش تمشي ترتاحي. لا، حاولي ما امكن. وحتى في اخر المطاف الا ما بغاش، غادي ديري واحد الحاجه، تحلبي، يعني تغلي من الضروريات يكونوا عندك. تحلبي، غادي تحلبي والحليب ديالك في البيبون، ولكن تحاولي تعطيه بلا سورانك، لان اما تكون بيبون، لان كاين دي بيبون لي ادابتي يعني كيكونوا قرابين من لو سان باش ما كتوقعش لا كونفوزيون، ما كيخلطش البيبي. كيف ما قلت لكم، الا ما قدراتش، ما استطعتيني، حاولت المحاوله الاولى والثانيه والثالثه يعني، وكانت مضطره تحلب البيبي بالتيغلي. قلت لك من الضروريات يكون عندها التيغلي. تعقموا في الاول، عندك تجيبوا غير من الحانوت تستعملوا، تعقم التيغلي، تعقم البيبرون، وعاد داك الساعه تعقم يديها، عاد تبدا في عمليه الحليب. تحلب وتعطيه بالسورانك، اما بالسورانك باش ما يوقع لا كونفوزيون ما بين لو سان وهذا، باش ملي تبغي مره اخرى تعطيه لو سان يعني ما يستسهلش هو وينفر لها البسوله. يعني كتجي حيت كتجيهم الرضاعه سهله على البسوله. دونك انا في النظر ديالي يستعملوا لا سورانك، غير باش ما يخليوش داك البيبي بالجوع، وغير باش ياخذ الحليب ديال الام وما ياخذش الحليب الاصطناعي. يعني ولو كانت مضطره انها ما تعطيش ديريكتومون، تحلب حليبها وتعطيه حليبها من جهه ما كان يعني لا حلبت راه بحال البيبي كيجبد، يعني الحليب غادي يتكون، ما غاديش يحبس. وتاكل ماكله صحيه، ماكله ديال الحوايج اللي كيطلعوا الحليب. تشرب الماء بزايد، لان الماء يعني ماده اساسيه في الرضاعه باش الحليب كيطلع. تشرب حتى 4-5 لتر في النهار، ما كاين حتى شي مشكل. السوائل الاخرى اتاي الا ما كانش عندها فقر الدم، عصيرات، والماكله حنا عارفين ديك الماكله المغربيه، الشيشه بالحليب، الشيشه ديال الشعير المحمصه، الفريخات هكا. المهم راكم عارفين، بلا ما نزيد ندخل نتعمق في هذا الشيء هذا. وهذا الشيء اللي كاين. دونك كنتمنى تكونوا زعما تاخذوا بعين الاعتبار هاد النصائح هادو، باش ولدكم ما ينفرش البزوله، وباش تمكنوا انكم تكملوا الرضاعه الطبيعيه حتى الاخر. حتى ولو ما كملتوش عامين، بعد على الاقل عام، على الاقل تكابروا مع عام، باش البيبي ديالكم يعني يكتسب واحد المناعه اللي غتحميه في المستقبل وتخليه في صحه جيده. الا كان عندكم شي اسئله كما كنقول دائما، كنتمنى تواصلوا معايا في لي كومونتير، وكنتمنى نكون كنوصل المعلومه بطريقه زعما سهله للجميع باش كلشي يفهمني. والى فيديو اخر ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.